توفى اليوم الاثنين الشيخ العلامة عبد المجيد بن عزيز الزنداني، عضو الهيئة العليا للإصلاح واحد مؤسسي الحزب في أحد مستشفيات تركيا بعد صراع مع المرض. وأكدت مصادر مقربة من أسرة الزنداني أن وفاة الشيخ والعلامة الجليل رئيس هيئة علماء اليمن بعد صراعه مع المرض، وكانت حياته حافلة بالعطاء العلمي والديني. والزنداني أحد المناضلين والعلماء البارزين في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وشغل العديد من المناصب السياسية والدينية، منها عضو مجلس الرابع عقب الوحدة اليمنية. ويشغل الشيخ الفقيه عضوية الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وشغل منصب رئيس مجلس شورى الإصلاح حتى عام 2007. وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر منصة إكس أنه يعزي الأمة الإسلامية في وفاة الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني، عضو الاتحاد والهيئة العليا للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أما هيئة علماء المسلمين في العراق فقد وصفته بأنه كبير علماء اليمن وأبرز علماء الأمة الإسلامية، وقالت أنه قضى عمره بين أروقة العلم والدعوة ونصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.